السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. في اطار نشارك معكم الوصفات المشرقيه. اليوم جبتكم طبق يمني شهير هو مندي الدجاج. رائع الطبق وكونوا متاكدين انه غادي يعجبكم. درت لكم خطوات مبسطه باش انكم تصيبوه في الدار وتبدلوا شويه من الروتين ديال الاكل اللي تنعرفوه ديما، وتعرفوا كذلك على المطبخ المشرقي وخصوصا المطبخ اليمني. تبعوا معي الفيديو، نتمنى لكم فرجه ممتعه. هنا اول مرحله كناخذ واحد الاناء اللي غنرقد فيه الدجاج، كنضيف فيه ربع كاس من زيت المائده او الزيت النباتيه، كنضيف كذلك ربع كاس فيه الزعفران مرقد لمده نصف ساعه، كنضيف كذلك التوابل. هنا عندي نصف ملعقه من الفلفل الاسود وكذلك ملعقه كبيره من الكركم. كنضيف هنا التوابل، ملعقه كبيره من بهارات مشكله او راس الحانوت، نصف ملعقه من حبات الهيل مطحون، عندنا القزبره وعندنا البابريكا وعندنا الملحه. هاد البابريكا ديال الهنود، هي الشكل ديالها بحال هكا، نفس المذاق ديال التحميره ديال المغرب نفسها. هنا كناخذ نصف ليمونه، واصلا نتوما الدجاج عارفين بانكم غسلتوه بالزنجبيل وبالملحه يعني نتوما عارفين الطريقه ديال غسل الدجاج بلا ما نقولها لكم. انا تبارك الله المغاربه كلهم حادقين، مغربيات خصوصا، كاين حتى رجال حادقين صراحه. المهم هنا راه غنزيد الماء، واخا ما بينتش لكم هنا، نسيت ما قلتش لكم، زدت الماء عاوتاني. هنا كندير واحد ملعقه تقريبا ديال مسحوق الزنجبيل الطري ومعها الثوم. الزنجبيل الطري احسن، كيعطي واحد النكهه رائعه بالدجاج، من الاحسن. هنا راه غنزيد شويه الماء لانني جاتني شويه عاقده باش تكفيني انها تغمر ليا داك الدجاج. هنا هاد المرحله اننا نرقدوا الدجاج ضروري تكون واحد المده، ما يمكنلكش تصايب الدجاج هكا وطيبيه في البلاصه، على الاقل ساعتين 3 السوايع بحال هكا. ومن الاحسن يرقد في الليل، يبقى في الثلاجه. هنا الدجاج على حسب عدد الافراد، الدجاج ما تحيدوش ليه الجلده ديالو، ضروري تبقى فيه جلده. فهمتوا داك الناس اللي ما كيبغيوش الجلده، المهم في الطبق ضروري تبقى، لان اصلا غادي تتحمر في الفران، ما غاديش تحسوا بها حتى طيب ديك الساعه وحيدوها. هنا عندي نصف دجاجه وعندي ربع، عندي دجاجه الا ربع على حسب عدد الافراد اللي عندكم في البيت. هنا تندوز داك التوابل كامل على داك الدجاج، وقلت اللي عنده الوقت راه يخليها ليله كامله، اللي ما عندوش الوقت راه يدير لها ساعتين. هنا غنغطيها بلاستيك الغذائي وغنحافظ عليها في الثلاجه. من الاحسن الا كان عندكم الحال بارد خليوها غير برا في المطبخ، ولكن الا كان الحال سخون حاولوا انكم تدخلوها الثلاجه باش تجنبوا ان تكاثر فيها البكتيريا. هنا في اناء في واحد الطنجره كندير تقريبا شي 2 المعالق ونصف ديال الزيت النباتيه. هنا دابا غنحضر مرحله ديال الروز، ولكن ما غنطيبوش، نتوما تشوفوني اش غندير معاه. دابا غنضيف حبوب الكمون. لاحظوا ما درتش الباودر ديال الكمون، درت الحبوب. علاش؟ لان الباودر تعطي واحد النكهه ديال المروريه، ضروري ديروا الحبوب هكا، لان المطبخ الاسيوي اكثر تيستعملوا الحبوب. كنتو شفتوا ملي درنا طبق البرياني شنو تيستعملوا. تندير هنا في الزيت، كنخليه على نار متوسطه كما قلنا. هنا ورق الغار اللي عجبكم المقياس اللي بغيتو. كنضيف كذلك الفلفل الاسود، الحبوب فلفل اسود. راه هاد الحبوب ما تجيش حاره نهائيا. نضيف القرنفل تقريبا شي 10 حبات ديال القرنفل، من الاحسن يكون القرنفل اكثر. علاش؟ لان المندي كيبغي القرنفل. كندير حبوب الهيل او قرقله، كندير 2 عواد من القرفه. كنشحر هاد الشيء مزيان، وملي كتبداو تشحروا ما شاء الله واحد النكهه كتطلع ما شاء الله ما شاء الله. النكهه ديال البهارات اللي باقا محافظه عليه لان باقا حبوب. من بعد كنضيف بصله محكوكه، من الاحسن محكوكه، ما نديروش بصله مقطعه صغيره، من الاحسن ديروا بصله محكوكه تخليوها تشحر مزيان، ماشي تولي اللون ديالها كراميلي، لا تولي غير ذهبيه. هنا نضيف الملح، وضيفوا الملح الكافي، ما ديروش الملح ناقص لان خصكم تعرفوا الروز ما تيبانش فيه الملحه. هنا كنضيف الفلفل مجفف احمر وكذلك الفلفل الاخضر، ضروري ديروه، ولكن ما تخافوش راه ما تيطلقش الحروريه في الطبق نهائيا، ما كيطلقاش. هنا كناخذ واحد الروز بسماتي، كنغسلو مزيان من النشا وكنصفيه، ما كنرقدو ما والو. علاش؟ لان الطبق غادي يكمل الطياب ديالو في الفرن.
والفرن كافي انه يطيب. كنخلي فوق النار يتشحر ماشي بزاف، تقريبا واحد الدقيقه، حتى كياخذ الروز دوك المكونات اللي كاينين في يعني البصل الى غير ذلك. ناخذ واحد الاناء اللي ندخلو للفران. خذوا اي لاطه عندكم تكون مجموعه اللي متوفر عندكم في البيت، اي مول كديروا فيه كيكه اي حاجه. هنا غنضيف الماء الساخن. عارفين القاعده، كوب من الروز كيحتاج كوب ونصف من الماء. بسماتي راه ما كيبغيش الماء بزاف، ما تقووش الماء لانه دغيا كيطيب. وما تنسوش بان الروز غيقضي واحد المده في الفرن، يعني غيطيب وغيكون واجد معكم. هنا تقريبا عندي الروز تقريبا درت شي 400 غرام. كناخذ الورق الالومنيوم وكنغطي مزيان، تنجمع من الجناب، تنزيد الطبقه الثانيه من ورق الالومنيوم، وفي نفس الوقت كنجمع من الجناب. كناخذ دابا واحد الشوكه وكنبدا ندير واحد الثقوب في ورق الالومنيوم. علاش؟ لانني غنحط الدجاج تما، وهذاك المرق ديال الدجاج بغيتو ينزل على الروز باش يجي الروز كذلك منسم بالتوابل اللي درتها انا في الدجاج. من بعد ما رقات هذاك الدجاج واحد المده كنحطو فوق هاد الالومنيوم، وعملت هذوك الثقاب. كندير الطبقه الثالثه، دابا هي اخر طبقه عندي، ومن بعد غندخلو الفرن على درجه 160 درجه. تقريبا خدا مني ساعه ونص، نصف الساعه الاخيره كنحيد ورق الالومنيوم باش يتحمر ليا الدجاج. شوفوا الشكل ديال الدجاج كيجي ذهبي ما شاء الله وطيب. هاد الفلفله حاره راني نسيتها ما درتهاش لداخل استقد ديرها من الفوق. هنا كنحل على الدجاج، انتو على سمحوا لي على الروز كيبان لك باقي ساخن، كاين ضروري انا خاصني نحلو وسخون باش نحط داكشي في الطبق. نحلو غير بشويه، ردوا بالكم لا يحرقكم. شفتوا داك المرق كله نزل على داك الروز. شفتوا الروز ما ملصق ما شاط ليه الماء ما والو، ما معجن ما والو، حبه حبه ما طرات لي حتى حاجه. شفتوا الكميه اللي درت شحال ولات، يعني كثرت الكميه. تعرفوا الروز اصلا راه تيكثر. اذا كنجمع داكشي دابا كنبدا نحطو في طبق تقديم ديالي. انا حطيته جماعي، اللي بغيتو تحطوا يعني فردي حطوا ماشي مشكل، ولكن الطبق من الاحسن يتكال جماعي بحال الكسكسو المغربي، ضروري يكون الجماعه. كناخذ دوك التوابل هما اللي تنزوق بهم من الجناب. تنحط الدجاج في الوسط كما شفتوا. صراحه راه ما نقولش لكم النكهه رائعه، ماشي حيت انا مصايبه الطبق، ولكن متاكده الا درتوه بهذه الطريقه غادي يعجبكم. غنزين بالقزبره بقدونس وكذلك بقطع الليمون. صراحه كيجي رائع ولذيذ بزاف. كونوا متاكدين الا جربتوه غتبقاو ديما تصايبوا. فرصه انكم تبدلوا شويه. شوفوا الشكل ديالو جا رائع ما شاء الله. وشكرا على حسن المتابعه ديالكم. ما تنسوليش من اللايك والاشتراك في القناه، وما تنسونيش كذلك من التعليقات ديالكم الزوينه. ومرحبا باي تساؤل، وغنخلي لكم الانستغرام ديالي باش تواصلوا معايا الا بغيتوا شي حاجه. يلا السلام عليكم، الى اللقاء.